نراه أمامنا الذي يعني لفت انتباه العلماء أن فيه مادة لاصقة، يفرز مادة لاصقة باستمرار. وهناك طبعا حشرات تأتي وتنجذب إلى الرائحة العطرة التي يطلقها، يعني هو يفرز مادة لاصقة ويفرز روائح تجذب الحشرات، فتأتي الحشرة وتلتصق بهذا النبات. سبحان الله. هنا طبعا يظهر لنا نهايات النبات وكيف التصقت هذه الحشرة، وكلما تحركت أكثر تلتصق أكثر. سبحان الله. فهذه الحشرة هنا بعد أن التصقت ينتظر النبات، ينتظرها ساعات طويلة حتى تموت. ثم يلتف حولها ويفرز مواد لهضمها. ينتظرها يعني سبحان ينتظرها الله. نعم. ويشعر بها تماما. نعم. يشعر بحركتها. فهي ما دامت تتحرك ينتظر. ثم يلتف. انظر كيف تلتف الأوراق حول هذه الحشرة. وبعد أن تلتف نعم تصوير بطيء. نعم سريع بقى يعني. يعني هناك تسريع للصورة. نعم. الآن التف هذا النبات حول الحشرة ويبدأ مباشرة هناك خلايا خاصة، غدد خاصة تفرز مواد لهضم هذا النبات. هناك مواد كيميائية يصنعها هذا النبات طبعا بقدرة الله عز وجل، يفرزها لهضم هذا النبات، وهذه تكفيه يعني وجبة لعدة أيام. يعني حشرة صغيرة تكفيه وجبة لعدة أيام، وجبة دسمة يعني. فانظر سبحان الله كيف يلتف هذا النبات ويفرز هذه المواد. يعني هنا نتساءل من الذي علمه طريقة إفراز النبات. وانظر هنا انتظار كمان، انتظار وينتظر حتى سبحان الله. يعني هذا نبات آخر هنا أيضا ينتظر ويفرز مواد أيضا رائحتها تجذب بعض الحشرات. عندما تأتي الحشرة لا ينطبق عليها فورا لأنها يمكن أن تهرب. ينتظرها حتى تصبح تماما داخل النبات. وهذه النتوءات الشوكية يعني مهمتها أن تطبق. انظر هنا ذبابة دخلت إلى هذا النبات. انظر لا ينطبق عليها، ينتظر حتى تدخل إلى داخل النبات ويضمن النبات أنها سوف تقع فيه. لن تفلت. نعم. يعني لديه نوع من الحيلة والمكيدة. انظر هنا لا ينطبق النبات إلا بعد تقريبا قليل، عندما يضمن أن الذبابة دخلت تماما داخل هذا النبات. تتحرك داخل النبات، تتحرك بحرية ولا تشعر بشيء. نعم. انظر يعني هي تحاول أن تبحث عن شيء، عن غذاء. فسبحان الله عندما هذه الذبابة تتحرك وفي اللحظة المناسبة عندما يطمئن النبات ويدرك أن هذه الذبابة لن تفلت، انظر انطبق عليها. سبحان الله. وسبحان الله أيضا الآن ينتظر قليلا ثم يبدأ بإفراز مواد هاضمة. يعني عملية منظمة جدا ليست عشوائية. يعني هنا ندعو أولئك الذين يقولون إن الطبيعة هي التي خلقت هذه المخلوقات وطورت هذه التقنيات الهندسية المعقدة. كيف تمكن هذا النبات من يعني إفراز هذه المواد وانتظار الذبابة حتى تأتي في مكان معين، وهضم هذه الذبابة. ثم يعني ينفتح ويرمي الأشياء التي لا يستطيع هضمها. سبحان الله. إنه الله تبارك وتعالى الذي قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله.